ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. معاكم دكتور فارس نشأت باذن الله. فيديو النهارده هقول لك ازاي تحل من ورقه المفاهيم. ايوه بالظبط، لو انت ما بداتش منها خالص هقول لك ايه اللي موجود في ورقه المفاهيم وايه اللي مش موجود. طيب ورقه المفاهيم دي هتبقى لك تحت في الوصف. طيب ورقه المفاهيم فيها قوانين الدرس الاول كله هو قوانين كيرشوف مش موجوده. كيرشوف كده كده انت بتعمله بالاله. طيب وعندك ايه التوالي بتوع زي موجودين كده. الفصل الاول يعتبر خلص، وعندك القدره والمقاومه والتيار وفرق الجهد ده كله موجود. طيب انت القانون يعني مثلا بي دبليو بتساوي دبليو على تي. انت من القانون ده ممكن تطلع ان الدبليو اللي هي الورك الشغل بتساوي بي دبليو في تي. انت ممكن تظبط القوانين. يعني الفصل الاول يعتبر الى حد ما مظبوط. تيجي على الفصل الثاني بقى مديك البي بيساوي ميو اي على 2 باي دي. كل الكلام ده موجود عندك. بس الفصل الثاني عاوزك تركز لي على الاجهزه. احفظ بس ايه في حوالي 4 أو 5 قوانين موجودين للاجهزه. الار ام والار اس موجودين، وعندك عندك بقى الفي جي والحاجات دي كلها مش موجوده. فانا عاوزك تحفظ لي تركز لي على قوانين الفصل الثاني. في حاجات منها مش موجوده في الاجهزه بس، اما بقيه القوانين فهي موجوده يعتبر كلها. طيب نرجع للفصل الثالث. الفصل الثالث موجود يعني ايه حوالي 40 او 50% من القوانين بتاعه الفصل الثالث، بتاعه الدينامو والمحرك والمحول الكلام ده. فعاوزك برضو تلقي نظره عليها. هي هتفيدك في حل المسائل، يعني مثلا تفيدك بنسبه 40 50% بس. تجيب القانون وتعوض. ففي كذا قانون مش موجودين، فانا عاوزك تبص عليها دلوقتي قبل بكره. والقوانين مش المفروض تحفظها، وانت تجيب ورقه فين بكره وتظبط منك. هتحل مثلا ما لا يقل عن 40 سؤال، او ما لا يقل عن 35 سؤال من 46 سؤال. طيب الفصل الرابع موجود المكثف والمقاومه السعويه والمقاومه الأمية والمقاومه الحسيه اللي هي الاكس ال والاكس سي والار. وموجود المكثف القوانين بتاعته موجوده، وموجود لك التوزيع، قوانين التوزيع بتاعه المكثفات، وقوانين كميه الشحنه اللي بتاع كيو بيساوي سي في. انت الوحيد الادرى، يعني انت الوحيد اللي تشوف القوانين اللي مش موجوده فتحفظها. انا بقول لك على الحاجات اللي موجوده. طيب الفصل الخامس السادس السابع الثامن موجود، يعني اللي يفيدك بس مش اللي يفيدك قوي. يعني حد لو فاهم وطلع، يعني انت لو مذاكر او بصيت على المنهج قبل كده يعني حتى لو مره وجيت بص على ورقه فين فهي هتساعدك في الامتحان. اما لو انت اول مره تبص عليها واول مره تبص على المنهج وجيت دخلت الامتحان بيها انت مش هتعمل اي حاجه. انا عاوزك تبص عليها الليله دي وتشوف برضو الحاجات اللي مش موجوده تبص عليها. طيب احنا لسه علقين ومظبطين على الروقان. طيب ايه تاني؟ عندك عاوزك تحل بالقوانين بتاعت ورقة المفاهيم دي. يعني انت تجيبها كده قدامك وتشوف الحاجات اللي موجودة تحفظها، اللي مش موجودة ولا تحفظها، واللي موجودة تتعامل بيها. تجيب لك امتحان 2 شامل 3 4 وتجيب القوانين اللي في الكتاب وتبدأ تشوف هتتعامل معاها ازاي عشان تعرف تحل، عشان ما تخش الامتحان تتفاجئ برضه. انا بقولك طيب ايه تاني كنا هنقول لكم؟ على اخر حاجة بقى واخر حاجتين سريعا جدا 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 جدا. انت بكرة امتحان، فانا عاوزك تنام بدري وتبص على القوانين بتاعت ورقة المفاهيم. هتفيدك، يعني هي كافية بنسبة كبيرة. وتبص على الفيديوهات بتوع التوقعات، وبإذن الله خير. ركز بس مع ورقة المفاهيم وهي هتفيدك كتير. وفيها قوانين وفيها تأسيس بتاعت الحديثة، الحاجات اللي هي نظري، فهي مفيدة جدا ليك. فحاول تتعامل معاها زي تيجي امتحان شامل تبدا تحل بيها وتتدرب عليها عشان تخش الامتحان ما تتفاجئش. بس كده ربنا يوفقكم الكهرباء. هسيب لكم المفاهيم تحت في التعليقات او في الوصف. حملوها وشوفوا الحاجات اللي هي ناقصاكم وحاولوا تحلوا بيها عشان تتعاملوا مع الامتحان. بس كده، سلام.